برحب بكل اصدقائنا على اليوتيوب. تحياتي لحضراتكم. معانا ايه بقى في اللايف النهارده؟ حبيبي يا بوب، منور الدنيا. ايهاب طه، جمهور الاهلي وبراءة شوبير، ده حوارنا في الجزء الاول. الجزء الثاني، عضو الوحدة يؤكد ان المتهم ضياء. تصريحات مهمة جدا 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 لعضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي السابق والرئيس التنفيذي للنادي والمسؤول عن صفقة أحمد رفعت. كلام مهم جدا في الجزء الثاني. الجزء الثالث، شهد بنت مين في مصر، فضيحة جديدة في الرياضة المصرية. هنتكلم فيها مع بعض. الجزء الرابع، قرصة ودن إبراهيم عبد الجواد. استغربت امبارح، بس يعني بقى شو. واخيرا في الجزء الخامس، رفعت جديد في لجنة الحكام. دي الحاجات اللي معانا النهارده. ارجو بس من اصدقائنا كده نعلى باللايكات. انا اسف جدا 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 على التاخير. ارجو بس ان الناس تعلى كده باللايكات، بحيث الناس اللي انا متاخر عليهم وما تابعوش اللايف يوصل لهم اللايف. هبدا مع حضرتك بالجزء الاول. جمهور الاهلي وبراءة شوبير. جمهور الاهلي مش عايز اجمع، في محترمين كتير جدا في جمهور النادي الاهلي، والمحترمين الكتير جدا دول اصدقائنا بقى على اليوتيوب. السبسكرايب انا نسيت اقول لكم. بيناقشوا موضوع وقصة رفعت بعيدا عن الاشخاص. يعني ناس كتير محترمة بالمناسبة، يعني عايزين انه موضوع رفعت ياخد الاطر القانونية، واللي عمل في رفعت كده يتحاسب بغض النظر هو مين. ودول القلة من جمهور الاهلي. البعض الاخر واخد صف الدفاع المستميت عن كل من يخدم النادي الاهلي. وخلي بالك، مشكلة انه احد اهم نقاط قوة المجموعة اللي محدش عارف يحاسبها دي هو الجمهور اللي انا بقولك عليه ده، اللي هو بيدافع باستماتة عن اي حد بيدافع عن النادي الاهلي. يعني هتلاقي ناس كانت بتدافع عن وليد دعبس زي محمد شبانة. انتوا عارفين طبعا ان محمد شبانة من جماهير النادي الاهلي القطيع. يعني محمد شبانة ده واحد من القطيع، يعني فكره فكر قطيع. يعني مش بس جمهور اهلي مثقف واعي تعرف تقعد تتكلم معاه، اللي هم القله. هو المفروض يكون كده لانه راجل اعلامي يعني. لا، محمد شبانة ده من القطيع، من القطيع اللي هم مالهمش دماغ. هو قطيع اهلي وبس. ما لا عنده قلب ولا عنده مشاعر ولا ما عندوش ربنا فوق والاهلي تحت. ده انا سمعت واحد فيهم كمان بيقول يعني الاهلي فوق وربنا تحت. استغفر الله العظيم. يعني بيساله سيف زاهر، بيسال شادي محمد، بيقول له يعني انت يعني تحب مين بعد الاهلي؟ قال له ربنا بعد الاهلي. استغفر الله العظيم يا رب. المهم، فالبعض ده كان بيدافع باستماتة عن وليد دعبس، واشهرهم طبعا المشجع الاهلاوي محمد شبانة، والاعلامي بين قوسين يعني. والحقيقه فضلوا يدافعوا عنه الى ان سقط. يعني الى ان يعني هم الناس اللي فوق والناس الكبيره قررت انها تضحي بمحمد شبانة يعني، فكانوا بيقاتلوا ورا شبانة. حاليا طبعا بيقاتلوا ورا احمد شوبير اللي هو اللي عليه الدور. بص، اي حد، طب هو ليه وليد دعبس؟ هم ليه وقفوا ورا وليد دعبس؟ يعني لان وليد دعبس ده احد الخدامين الاوفياء للنادي الاهلي، او لمحمود الخطيب تحديدا. انا راجل كان بيطلع يتحايل على محمود الخطيب عشان ياخد عمر كمال. يعني هو راجل رئيس نادي منافس
وبيطلع يضحك. انا ما شفتش كده يعني، حتى فيديوهاتي موجوده يعني. كان اليوم اللي ما كانش بيطلع فيه، انا طبعا بطلع مع حضراتكم يوميا، كنت بطلع اسالكم عليه لو فاكرين يعني كنت بطلع اسال ايه يا جماعه، هو الاستاذ وليد دعبس ما طلعش النهارده يلحس جزمه الخطيب ولا حاجه؟ تقولوا لي لا والله ده اجازه النهارده. طب ما طلعش قال ناصر ماهر يعتذر؟ لا والله ده ما طلعش. فهو احد الخدامين الاوفياء للخطيب. عشان كده كان جمهور ولجان الاهلي بتدافع عنه باستماتة. بالمناسبه هذه النوعيه من الجمهور اللي بيغذي عقولها هي لجان جمال جبر، يعني بيغذوها بانتظام، ويوميا كده بيقعدوا يغذوا فيهم بوست فيديو على القناة، على السوشيال ميديا، في جريدة ما، في كده يعني. عاملين لهم سيستم، وهم ليهم سيستم وليهم نظام، والمجموعة دي هي اللي بتحمي هؤلاء. يعني هو المجموعة دي من الجمهور، يعني دول لو بني ادمين بيفكروا، هو خلي بالك بره النادي الاهلي بتلاقيه بيفكر. يعني شده كده بره النادي الاهلي هتلاقيه بيفكر معاك وبيتكلم ويقول لك والله ده في فساد وانا مش عاجبني الفساد اللي في الرياضه. قرب بس انت كده يعني من شوبير هتلاقيه اتحول، قرب من وليد دعبس تلاقيه اتحول، قرب من احمد دياب تلاقيه اتحول. هم عندهم الشيزوفرينيا. المهم سقط وليد دعبس، يعني باعوه، يعني ضحوا بيه الكبش. فمين اللي عليه الدور دلوقتي؟ شوبير. فهم دلوقتي قلبا وقالبا مع مين؟ مع شوبير، وبيدافعوا عن مين؟ عن شوبير. في ناس بقى طبعا دول هم القوة. ليه القوة؟ لان انت النهاردة هو ايه اللي خلاهم يقدموا وليد دعبس ككبش فدا؟ يعني ايه اللي خلاهم يرموا ورقة وليد دعبس؟ الضغط اللي بيعمله الرأي العام. ما هو اما انا وانت وحضرتك واللي هناك واللي هنا واللي جاي واللي رايح يتكلم، فبنصنع حاجة اسمها رأي عام. رأي عام قد بيخليهم ان هم يعملوا قرارات مش على مزاجهم، او يعملوا قرارات غصب عنهم. ليه؟ نتيجة لضغط الرأي العام. فهو بيعمل رأي عام مضاد في الدفاع عن شوبير، فيبين لك ان الدنيا نص نص. لا ده شوبير ما قالش ان هو بياخد منشطات. يعني يقول لك لا شوبير ما قالش. يا عم ده طالع الفيديو هو بيلمح، يقول لا طب وشوبير ماله؟ يا عم ده كان نائب، ده نائب دياب، ده نائب رئيس النادي. يعني انت النهارده حسبت وحكمت. خلي بالك وتلاقيه بقى ايه، اول ما الكبش يقع او العجل يقع زي ما بيقولوا مع احترامنا يعني، فتلاقيه يبدا يهاجمه. يعني اول ما وليد دعبس وقع تلاقي العيال دي بدات تهاجم شبانه. يقول لك لا ما كانش صح والله. ابو المعاطي زكي يقول لك والله بس خلي بالك الحته دي ما كانش صح. وليد هو كان بيدافع عنه امبارح، شبانه نفس القصه كان بيدافع عنه امبارح، بس خلاص هو كارته واتحرق بالنسبه لهم فخلاص. فيقع شبانه تلاقيه دخل في اللي بعده، يحمي اللي بعده لحد ما يقع. خلي بالك لو شوبير وقع هتلاقي العيال دي بتهاجمه، هتلاقي العيال دي بتهاجمه. انما طول ما هو واقف، طول ما هو صالب طوله، هتلاقيهم في ظهره بيعمل رأي عام مضاد. يبقى انت بتقول شمال هو بيقول يمين، لا والله ده الشارع بيروح ويجي. حبيبي يا فيصل، صديقنا السعودي فيصل الشهراني اللي دايما كده يعني مظبطنا في قصة النجوم وفي بعتان النجوم، ألف شكر يا غالي على دعمك الدائم. فده اللي حصل. دي النوعية التانية من جمهور الأهلي. في نوعية تالتة اللي هي بقى العيال المحافلطة. تلاقوا الواد محافلط قوي، يعني حاولت محافلط، يقعد يلف يعني عشان ايه؟ ما يدافعش عن شوبير علنا. تلاقيه عمال يلف حوالين الكلام، واصل شوبير ما لازم نمسك حاجة في ايدينا. عشان تمسك ايه اكتر من انه نائب رئيس النادي؟ يا عم ده وليد دعبس ده كان هيلا امين صندوق، تصدق؟ يعني شوبير ده كمنصب كان اقوى من وليد دعبس اللي هو طار ده كان امين صندوق بالمناسبه. يعني ايام احمد دياب كان الرئيس التنفيذي، واحمد شوبير كان نائب الرئيس، وكان وليد دعبس ده هيلا امين صندوق قبل ما يسيبوا له النادي. يعني ايام وقعت احمد رفعت
كان وليد دعبس امين صندوق نادي مودرن فيوتشر، او فيوتشر كان وقتها، ما كانش لسه مودرن يعني، قبل ما يسيبوا له الحصص بتاعتهم يعني. فيعني اللي يتحاسب قبل وليد دعبس اصلا احمد شوبير نائب رئيس النادي. هو بيكلمك على ان احمد شوبير ده راجل اعلامي ملوش علاقه يا بيه، ده نائب رئيس النادي، ده نائب رئيس النادي. ف تلاقي العيال المحفلطه دي يقعد يلف لك كده ويروح ويجي ويقول لك اصل شو احنا لازم يا جماعه نتحرى الدقه والاتهامات دي مش بالسهل هو بيلف ويدور ليه؟ عشان يجيبك لنقطه ايه؟ لا مش شوبير، ده شوبير ده طيب. ليه؟ ما هو بيحتاج شوبير، هو بيحتاج شوبير في الدفاع عن ناديه، وشوبير هو حائط الصد بالنسبه لناديه، وشوبير اللي بيقرب لناديه بياكله. شوبير احد اهم عوامل فوز احد اهم العناصر في النادي الاهلي. ما انتوا عارفين النادي الاهلي ده عباره عن عناصر اخرها المدير الفني واللاعبين. اخر عنصرين في هذه المنظومه هو المدير الفني واللاعبين. منظومه متكامله، شوبير، محمد نصر، ادوات التحكيم، الخدامين، الرابطه، كل دي ادوات بتصنع بطل مصنوع اسمه النادي الاهلي. اخر حاجه في هذه المنظومه هي المدير الفني واللاعبين، فرقه الكوره. الباقي كله دول بيصنعوا ويرتبوا ويوضبوا ويجهزوا ويعملوا كل حاجه، والاهلي ينزل يكسب بالمدير الفني واللاعب. ده مثلا يكسر له المنافس، يهدله المنافس، يزور له، يجيب له حكام مرتشين، حكام موجهين، يحمي له التحكيم، يذبح الحكم اللي يجي عليه. هي ده دور المنظومه. اخر حاجه بقى انزل انت بقى ربنا يوفقك. فده اللي حصل. الجزء الثاني، عضو الوحده يؤكد ان المتهم ديان. عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي الأسبق والرئيس التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي الأسبق، واللي كان مسؤول عن ملف أو موضوع أحمد رفعت، اتكلم امبارح مع محمد فاروق وفضح الدنيا عيني عينك، وأصبح الموضوع لا محتاج تحقيق ولا محتاج لجنة وزارة شباب ولا محتاج نيابة ولا محتاج أي شيء، يتاخد بس التصريحات دي وتتجاب. قال لك إيه بقى خالد الهنائي المدير التنفيذي السابق للوحدة الإماراتية؟ البداية قبل ما أوصل مصر حسب معلوماتي أن اللاعب عنده مشكلة في التجنيد، وأحمد دياب رد وقال الأمور تمام، تعالى وخلص مع أحمد كل حاجة وإحنا ملتزمين واللاعب هيطلع معاك رسمي. مين اللي قال؟ احمد دياب. بالمناسبة الحمد لله الحمد لله، انا حمدت ربنا امبارح، اتفرجت على احد الفيديوهات كده، حمدت ربنا على نعمة ان الواحد بيحط الموبايل وبيطلع يتكلم مع حضراتكم اللي من دماغه بدون حسابات وبدون اي شيء. دي نعمة عظيمة، ربنا يا رب يديمها عليا، يا رب تديم عليا هذه النعمة، وافضل طول عمري بطلع وبحط الموبايل وبتكلم واقول اللي جوايا واللي انا حاسس بيه، بعيدا عن الحسابات وبعيدا عن العلاقات وبعيدا عن مراعاة ان ده فلان وبعيدا عن مراعاة ان ده ترتان وان دي حاجة بس ايه حمدت عليها ربنا امبارح. وانا في اخر الليل كده بعد ما خلصت اللايف اتفرجت على احد الفيديوهات او احد اللايفات، قلت الحمد لله على هذه النعمة، ربنا يا رب يديمها عليا. المهم عملنا الكشف الطبي وخلصنا كل حاجة، وقلت له خلاص عندي مباراة بعد كام يوم في الامارات. رد عليا وقال مش هيقدر يجي معاك عشان تصريح السفر. قلت له هياخد وقت قد ايه؟ قال لي 48 ساعة ويخلص. الموضوع طول وخد 5 ايام او 6 ايام. كلمته قلت له عندي وقت محدد والقيد عندنا هيقفل. قال لي كام يوم؟ كمان كام يوم هيطلع على ليبيريا وبعدين يجي الامارات. قلت له اللاعب بتاعي والعقود بتاعتي. قال لي خليه يوصل بس غانا
واحنا ان شاء الله يوصل ليكوا من غانا. يبقى الموضوع مترتب ومتجهز. حصل تحايل على القوات المسلحة، عيني عينك بقى اهو، طلعوا له تصريح على انه رايح ليبيريا ووصلوه غانا، واتفق مع احمد دياب قالها بالحرف، واتفق مع خالد الهنائي المدير التنفيذي اللي هو كان بيخلص مع الصفقة انهم هيبعتوا له تذكرة ياخدوه من غانا، مش هيوصل ليبيريا، وده اللي حصل. المهم وصل غانا في الترانزيت واتفاجئت انه رايح ليبيريا. كلمته قلت له ازاي يروح ليبيريا؟ احنا متفقين من غانا ومحجوز ليه تذكرة. وليد دعبس قال انها طيارة خاصة، وما كانتش طيارة خاصة، كان محجوز ليه على طيران الامارات تذكرة فيرست كلاس. قلت له اللاعب لو كمل كده الانتقالات عندنا قفلت، واتفقنا في النهاية ان اللاعب ينزل من الطيارة من غانا، والمدرب علي ماهر وإداري الفريق قبل ما تطلع الطيارة إلى ليبيريا بربع ساعة نزل رفعت وقعد ترانزيت 4 ساعات. يعني رفعت نزل في غانا، ما سافرش مع الفرقة بأمر من أحمد دياب، وعمل ترانزيت وسافر على الإمارات باتفاق ما بين خالد الهنائي وأحمد دياب، وما كانش معاه شنط، ووكيله نادر شوقي كان في الامارات وجاب له شنط لبس. وصل اللاعب، احمد دياب كلمني قال لي ما ينفعش رفعت يلعب لان الجماعه، انا معرفش مين الجماعه ده هو اللي بيقول يعني. قلت له لا يا حبيبي، الفلوس وصلت لحساب شركه كوكاكولا، وشركه كوكاكولا دي اللي هي الملك السابق، يعني انتوا عارفين انه هم اشتروا نادي مودرن فيوتشر ده، او الجماعه بتوع حزب مستقبل وطن اشتروا كان كوكاكولا، وهم اشتروه زي ما بيراميدز اشترى الاسيوطي. فكوكاكولا ده كان الاسم السابق ملوش علاقه بالشركه، بس الحساب كان لسه يعني متسجل باسم شركه كوكاكولا على اساس ان ده نادي كوكاكولا. واللاعب قانونيا لاعبي، وتم تحويل المبلغ لك بالكامل، ولعبنا اللاعب، وكانت المباراة ضد النصر الاماراتي، سجل هدف وصنع هدف. بدأ قوي والناس تغني له وتهلله. بعدها كلمني رفعت قال لي محتاج اقابلك، عندي مشكلة في الجيش، وحدتي بتكلمني واصدقائي. قلت له التصريح اللي طالع؟ قال لي مفيش تصريح. وبحكم علاقتي مع الاصدقاء في مصر جبنا الخطاب من النادي انه طالع معايشة، والعقد انتقال، والعقد موقع عليه وليد دعبس. وليد دعبس بامانة ما كانش ليه دور، لكنه موقع على العقد، ولا شفناه ولا كلمناه نهائي، وكل المفاوضات والفلوس مع مين؟ مع احمد دياب المتهم الاوحد. بعد الاتصالات يوميا لرفعت جبنا نادر شوقي 3 مرات الامارات يقعد مع اللاعب يحاول يهديه واستمتع باللعب، ونادر شوقي كان تايه، واحمد دياب ما كانش بيرد عليا وعمل لي بلوك. كل يوم من الوحده لازم تحضر، خلاص مستواه نزل ومش مركز في الكرة نهائيا، والمدرب قال مش مستفيد منه وعنده مشكلة في بلده، واتفقنا يتم انهاء التعاقد. واحمد تقبل القرار لانه عارف الوضع، وكان عنده تخوف ازاي يسافر مصر، والدليل قعد في الامارات شهر وشوية وبعدين نزل، ما كانش فيه حلول، وده لاعب انتقال. واحمد دياب قال لي القانون السائد يطلع معايشة، طبعا تزوير علني، والطريقة ما كانتش بالطريقة اللي عرفتها، والاهم انه يكون معانا، نحن لسنا الجهة اللي تشوف موقف اللاعب، في لاعب وفي وكيل. واحمد دياب كان بيقول انا الموضوع عندي، واحنا عرفنا موضوع المعايشة بعد ما وصل الامارات، وتواصلت مع وزارة الشباب والرياضة، كان الرد نحن لسنا جهة تنفيذية. والله العظيم عملوا زي اللي بقى اسماعيل ياسين العتبة الخضراء. احنا بيجي لنا الخطابات من الاندية والاتحادات ولسنا مختصين، نحن مش جهة تنفيذية اذا كان في مشكلة في الشرطة او الجيش. والله العظيم عملوا يعني شغل نصب انا ما شفتوش في الكرة قبل كده، يعني الشغل ده شغل نصب على قديمه، انا الحقيقة ما شفتوش في الكرة قبل كده. شيء غريب، واتهام واضح وصريح
لا محتاج حد يحقق، ولا محتاج لجنة الوزارة، ولا محتاج طالب في أولى حقوق حتى يحقق، ولا وكيل نيابة، ولا أي حاجة. كلام صريح 100%. هل حد هيحقق؟ هل هيتم تحويل الموضوع للجنايات؟ أشك. الجزء الثالث بقى، شهد بنت مين في مصر. تعالى بس اقول لك مين شهد الاول، وبعد كده اقول لك حبيبي يا فيصل، الف شكر يا غالي، صديقنا فيصل الشهراني مظبطنا فيصل دايما. شهد دي لاعبة سباق دراجات، كانت في سباق المؤهل للأولمبياد. أول 3 مراكز، الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية، بيتأهلوا إلى تمثيل مصر في الأولمبياد. شهد كانت في السباق في المركز الرابع، وفي فيديو موجود يعني بالواقع اللي حصل. فدخلت الأنسة شهد، ميلت كده على زميلتها اللي هي سبقاها في المركز الثالث، هي كانت في المركز الرابع، في 2 سابقين وخلاص داخلين قبل خط النهاية وخلاص بحاجة بسيطة. فهي لقت ان البنت هتسبقها يعني، فدخلت جنبها كده وجت مديها واحدة بالرجل، مدخلة البنت في الرصيف، زحفت طبعا على الارض. ايه اللي حصلت بقى؟ اصيبت بكسور في الكتف والضلوع، وفقدان مؤقت للذاكرة، وارتجاج في المخ. تاني، كسور في الكتف والضلوع، وفقدان مؤقت للذاكرة، وارتجاج في المخ. الاتحاد المصري للدراجات اداها ايقاف سنة وغرامة 5000 جنيه. طبعا عقوبة هزلية وضعيفة جدا جدا جدا. مش بس كده، ده كمان قالوا ان شهد الايقاف ده مش هيتطبق دوليا. يعني هي عملت كل الكلام ده عشان تشارك يا عيني على حساب زميلتها في الاولمبياد، وضربتها وجابت لها. وبالمناسبة اهل البنت يعني اسمها بسنت تقريبا، اهل البنت عاملين محاضر ورافعين قضايا عليها، يعني قضايا في النيابة. انا اما قريت الموضوع الصبح فقلت يعني بنت مين يعني، متصورة طبعا وسافرت خلاص مع البعثة اللي مسافرة ليه، او هتسافر مع البعثة اللي مسافرة لفرنسا، يعني اولمبياد باريس. فانا قلت هي شهد دي بنت مين في مصر يعني هو ليه بيعملوا معاها كده؟ ليه الايقاف ده؟ هي اصلا عملت ده، انت رقم 1 في العقوبة. الاولمبيات اللي هي كانت بتسعى اللي هي عملت كل ده عشان تلعب اولمبياد، ده رقم 1 ان انت تمنعها عنها، ده رقم 1 اصلا يعني. ولكن ده ما حصلش. فانا تساءلت الحقيقة، يعني هي شهد دي اسمها جنة. تحيا مصر بيقول لي البنت اللي اتصابت اسمها جنة. ربنا يشفيها. فانا قلت هي بنت مين في مصر، لحد ما اتفاجئت بالكابتن شوبير من شويه. عرفت بقى يا بنت مين في مصر بقى. شوبير مدافعا عن شهد على قناه اون تايم سبورت. الناس على السوشيال ميديا كالعاده عملوا بوليكه وخلاص. هو انتوا مالكم؟ هو انتوا اصحاب القرار يا كلاب؟ والناس اللي هتقول لي بقى ما عندكش انسانيه، دي البت التانية جالها كاس، انا ماليش دعوة يا حبيبي، انا بتكلم على نظام. واسم شهد اتسجل في المشاركين خلاص. هو انت لما تكتب عليا في السوشيال ميديا هتخوفني؟ هتخوفني يا احمد علام ولا ايه؟ تتكلم يعني كده هتخوفني؟ لا مش هخوفك يا باشا. هو انا هاجي حاجة؟ هو انا هاجي فيك حاجة؟ لا مش هخوفك يا باشا، ده انت البلد بلدك، احنا عايشين تحت جناحك. احنا يا باشا نملة. عارفين عمرو عبد الجليل؟ عيش نملة تاكل سكر. احنا نملة يا شوبير، احنا نملة تحت جناحك يا شوبير. البلد بتاعتك يابا، البلد بتاعتك، اعمل فم بدالك يا حبيبي. هتخوفني ولا ايه؟ انت ولا تفرق معايا، ما نملة هتفرق معاك؟
نملة هتفرق معاك. ادي البلد، ادي الرياضة، ادي معالي الوزير اللي اتجدد له واللي ادوله الثقة للدرجة دي، للدرجة دي. يعني خلاص، يعني كده خلاص يا جماعة، ندور على بلد تانية طيب ولا ايه؟ ايه رأيكم؟ يعني ندور لنا على بلد تانية؟ احنا النمل فين السكر؟ الرياضة بتاعتهم والكرة بتاعتهم. شوبير هو اللي بيجيب، وهو بوشكاش محفوظ، هو اللي بيجيب وهو اللي بيودي وهو اللي بيبيع وهو اللي بيشتري وهو اللي بيقول وهو اللي بيعلن وهو اللي بينفي وهو اللي يقول ده مين اللي يروح اولمبيات وهو اللي يقول مين ما يروحش ويقول مين يتعاقب ومين لا. شوبير هو اللي يؤمر وهو اللي ينهي وهو الحاكم بأمره، هو اللي يقول منشطات والدنيا كلها تمشي وراه ويبقى منشطات. شوبير هو الدكتور. عارفين الدكتور اللي كان الراجل بيكشف على ابنه، فالدكتور طلع قال له بقال الله يا حاج ابنك مات، فطلع الولد قال له يابا انا ما متش، انا عايش. قال له بس يا ابن الكلب انت هتعرف اكتر من الدكتور. شوبير هو الدكتور، هو اللي عارف، احنا مش عارفين. شوبير هو اللي ادرى، هو اللي عارف عننا كل حاجه. ما اعرفش بنت مين، واحده شوبير بيدافع عنها هتبقى بنت مين يعني؟ يعني واحده اكيد بنت الناس اللي ما بيتحاسبوش. شعبين، هم اتنين، في ناس بتتحاسب وناس لا. عبد الرحمن الابنودي قال لك احنا شعبين 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 شعبين. احنا شعبين، شعب الشوبير وشعب احمد رفعت. البت دي اكيد من شعب شوبير، احنا من شعب شوبير، مش من شعب الغلابه، مش من شعب احمد رفعت. احنا من شعب احمد رفعت، هيفضل طول عمره شعب شوبير. اكمل لك بقى وادخل معاك في الجزء الرابع، قرصة ودن ابراهيم عبد الجواد. بقى ابراهيم، اخص عليك يا ابراهيم، والله زعلتنا يا ابراهيم. بقى ابراهيم، يا ابراهيم طالع على قناة اون وبتهاجم احمد دياب. اخص عليك يا ابراهيم. قال لك خد اجازة، ابراهيم خد اجازة. عمل الحلقة امبارح وقال عايز يعمل لي، قال نفسه من شعب احمد رفعت. انت هتزيط ولا ايه؟ انت هتزيط؟ يا تعيش معانا في شعب شوبير يا تنزل تحت معاهم في شعب احمد رفعت هناك. هتزيط ولا ايه؟ طالع تقول لي المسؤول ويتحاسب وتحايل على القوات المسلحه ده انت هتعمل لي ثوراجي ولا ايه؟ تعمل لي ثوراجي؟ انزل يلا معاهم تحت هناك في شعب احمد رفعت هناك، يا اما بص سكتم بكتم اوعى تتكلم. اتفاجئ انا ابراهيم عبد الجواد طالع النهارده يقول لك اصل انا طالع مصيف. فين يا اسطى؟ مطلعينك مصيف فين؟ انت اتفاجئت بقصه المصيف دي؟ ده اللي طالع مصيف بيرتب من قبلها باسبوع. طب ايه الحجز امتى؟ طب بعد الحلقه على طول؟ يعني هم حجزوا لك بعد الحلقه على طول؟ يعني. وطلع طبعا مصدر في قنوات اون نفى ان احنا وقفنا ابراهيم عبد الجواد اسبوع. لا، الراجل طالع مصيف، بس هو كان مستني طالب مايو اونلاين، فهو بعد الحلقه امبارح المايو وصل، المندوب كلمه قال له يا كابتن ابراهيم المايو بتاعك وصل، فقال خلاص طالما المايو وصل فاضل حاجه ثانيه محتاجها هو في المصيف، خلاص طلع يصير. الراجل كان قاعد مستني المايو. يا جدعان اما تيجوا تعملوا حاجه بس والنبي، النبي عشان خاطري يعني، ممكن بيبقى في طرق تانية كده يعني، ممكن مش هنبقى مصدقينها برضه بس هتبقى معقوله يعني، انما يعني مش كده يا جدعان. يعني حاولوا يبقى في ابتكار يعني دي نصيحه يعني من راجل غلبان في شعب احمد رفعت. راجل غلبان في شعب احمد رفعت. انا عارف ان طبعا احنا فين وانتوا فين يعني
يعني احنا فين وانتوا فين؟ احنا البلد بتاعتكم. فيعني خدوا راجل غلبان في شعب احمد رفعت بينصحكم، اما تيجوا بس ايه تعملوا حجج يعني او تعملوا اي حاجه، حاولوا تبتكروا شويه. قصه مصيف ايه يا جدعان؟ مصيف ايه؟ هتوحشنا ايمه والله. يعني كان من الناس، بس ابراهيم بس ساعات بتاخده الجلاله كده وبينسى نفسه. يعني انا بنصحه تمام. بيبقوا كانوا في النشرات زمان كده يحط لك الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، بحيث ان انت لو تهت كمذيع ايه ترجع بعينيك يعني. استاذ ايمت ابراهيم بتقول هيصيف في الفيوم، بلديات عبد الحفيظ. هو من الفيوم؟ سامي الشريف بيقول لي المصيف هيطول. حبيبي يا استاذ سامي، رديت على التعليق بتاعك اهو والله بالصدفه. نبيل في اشاعه ان المايوه من قطعه واحده. ما مايوه جالي قطعه واحده. مصيف شوش. من يحمي شوبير؟ كلهم يا باشا حاميين بعض. المعلم مبسوط وبيقول لك ما تجيش تاني. احمد الديب، والله عندك حق يا ابو حميد والله. استاذ هنا ابو عريضه بيقول لي هياخد الدرس ده، بس لما يرجع هيبقى هيمه تاني خالص. ما انا هقترح عليك اقتراح اما يرجع، برواز حلو كده يبروز صوره الكابتن شوبير، ومكان ما بيحطوا زي كانوا بيعملوها في النشرات زمان كده، يحطوا الخبر للمذيع عشان لو غلط يعني يتدارك نفسه يعني، فيحط صوره شوبير بحيث ان هو كل لما تاخده الجلاله ويحس ان هو هيخبط في الحلل يلمح كده صوره شوبير، يفتكر انه من شعب شوبير مش من شعب رفعت. ما احنا شعبين، شعب شوبير وشعب رفعت. فعشان بس يا ابراهيم الجلاله ما تاخدكش يا ابني، حط صوره شوبير بروزها برواز حلو كده وحطها قدام، بحيث ان انت ساعه ما خلاص هتعدي الخط الاحمر، بص كده هتلاقي شوبير ظاهر لك، فهترجع على طول. ربنا معاك يا حبيبي، مصيف سعيد ان شاء الله. بقى ادعي لنا بقى، اقرا لنا الفاتحه بقى قدام البحر. يعني اخيرا رفعت جديد في لجنه الحكام. كابتن عصام عبد الفتاح طبعا شفنا كلنا اللي حصل للمجرم محمود عاشور. محمود عاشور ده مجرم يا جدع، لغى هدف اوفسايد للاهلي. اجرام ما بعده اجرام، يعني بيتحاسب عليه الى يوم يبعثون. فاكرين الشوالي اما قال الى يوم يبعثون؟ محمود عاشور ده هيفضل يتحاسب على الهدف بتاع فاركو اللي هو لغاه، اللي هو اوفسايد اصلا، واللي هو مارك كلاتنبرج اصلا حاول ان هو يغير في الخطوط باعتراف عصام عبد الفتاح. هيتحاسب محمود عاشور على هذا الهدف الى يوم يبعثون. فعصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام قال لك اخشى ان يكون مصير محمود عاشور مثل احمد رفعت. ازمه محمود عاشور مع الخبراء الاجانب ليس وليده اللحظه. ما يحدث بين محمود عاشور وفيتور بيريرا حاليا حدث من قبل بين الحكم المصري والخبير الانجليزي مارك كلاتنبرج، بعدما اصر الاخير على حذف اسم الاول من القائمه الدوليه بعد ازمته الشهيره في مباراه فاركو. بالمناسبه بعد ما اصر على حذف اسم محمود عاشور، الكاف خد محمود عاشور افريقيا وحكم 11 مباراه كحكم فار في افريقيا، وتلاشى كلاتنبرج وتقريره وقال له بيلو حبيبي واشرب ميته، ده حكم واعد وحكم ممتاز وغصب عنك هو موجود في القائمه الدوليه وحكم في افريقيا غصب عن عين كلاتنبرج اللي حاول ان هو يغير الخطوط ارضاء للاهلي حسب تصريح. هي دي العناصر بقى يا جماعه، هي دي العناصر. عنصر يقتلك. طب هل ممكن حكم يجرؤ ان هو يلغي هدف للاهلي ويحصل له اللي حصل لمحمود عاشور؟ مستحيل. هي دي المنظومه بقى. والاهلي بياخد بطولات ليه؟ ما انا كحكم انا هحط نفسي مكان اي حكم، ببقى قدام قرار يحسب اوفسايد والغي الجول للاهلي وبطل تحكيم، يعيش بقى، اعيش عديها يعني اما تتنازل عن كرامتك مره وبتاع وتخالف ضميرك مره وهتعدي بقى وتتقي شر الناس المفتريه دي، وتتقي شر الناس المفتريه دي. فده اللي بيحصل، منظومه متكامله
منها اللي بيقضي على اي حد بيعمل ضد مصلحة الاهلي، ومنها اللي بيعزز اي حد بيعمل لمصلحة الاهلي، ويدافع عن اي حد منظومة كاملة. اخر حاجة فيها المدير الفني واللاعبين. منظومة ناجحة ومتكاملة وبتحقق بطولات بهذه الطريقة. احد اهم العناصر كان المرتشي كلاتنبرج، وحاليا كان بيريرا. هؤلاء هم اذرع النادي الاهلي. هذا اللي حصل. بسعد دايما بوجودي مع حضراتكم، واسف جدا على التاخير، ليلتكم زي الفل. تصبحوا على خير.